بتمنى انه هن يكتبوها بالتعليقات حتى يفيدوا غيرهم. هلا خلينا نبلش. اهم كلمتين لازم تعرفهم بالاول مين هو المونيتور. المونيتور هو الشخص اللي راح يطلع معك السياره او المدرب اللي راح يعلمك السواقه. اما الانسبكتور هو الفاحص اللي راح يفحصك، واللي هو بيكون معنا من مدرسه السواقه، هو بيكون من البريفكتور. تاني مجموعه من الكلمات راح يقلك بوزيسيونيفو. غالبا بوزيسيونيفو يعني تموضع، يعني موضع السياره بمكان معين. غالبا لما بتكون انت عم تمشي ضمن الخطين شوي على اليمين او شوي على اليسار، رح يقلك بوزيسيونيفو مليو يعني تموضع بالنص. ميتيفو غالبا بيقولها لما بدي يطلب منك تنتقل من مكان لمكان، بتكون انت ماشي على اليسار بيقلك ميتيفو ادروات يعني روح على اليمين او روح على الشمال. تيغي يعني بالعربي لز، بتضل بالمكان انت بالفوال انت عم تمشي فيه، لكن بتلز شوي على اليمين او على الشمال. باسكولي لو فولون. باسكولي لو فولون يعني بروم المقود. باسكولي هو برم بشدة كبيرة. ممكن يقلك تورني لو فولون. تورني يعني هو فتول المقود شوي، اما باسكولي فهو بتلفه على الاخير. ديباسي يعني تجاوز. اكسليري يعني استعجل او زيد السرعة. غالونتيسي يعني بطئ. اغيتي توقف. لاشي ده ممكن كتير يقلك لاشيتو. ببعض المواقف هو رح ياخد التحكم بالسيارة، لذلك رح يقلك لاشيتو وهو رح ياخد التحكم بالسيارة. يعني انت خلص ما عاد لازم تعمل شي، بتترك ما عاد بتبرم المقود، ما عاد تعمل شي، هو رح يستلم قيادة السيارة عنك. لما بقلك باسي يعني مروق. تورني رح يقلك اكيد تورني à droite و تورني à gauche يعني فتول. garder la distance يعني حافظ على مسافة الأمان. غالبا لما بتكون مقرب من السيارة اللي قدامك فرح يقلك المدرب garder la distance يعني خليك محافظ على مسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي قدامك. مصطلح أنا ما كنت بعرف أنه بيستخدموه من قبل، لكن المدرب اللي معي يستخدمه كتير. لا كان يقلي فو يعني بالنسبة لهم ضوء أخضر. فلما كنا على الدوار وكان يقول لي فو، فانا ما كتير افهم عليه. هو قصده انه فو يعني ينطلق، يعني ضوء اخضر انه خلص صار فيك تمشي. طبعا هاي حالة خاصة. رح تلاحظوا انه هو كمان في مصطلحات العلاقة باللانجاج تبع كل شخص، فهو بتفرق كل شخص للتاني بالطريقة اللي بعبر فيها. تاني مجموعة هن كونتروسونس. لما بقولك كونتروسونس يعني صرت بطريق بالاتجاه المعاكس. يعني مثلا هو طريق دوبل سونس يمين وشمال، فانت لازم تمشي على اليمين، عم تمشي على الشمال، فبتكون بدك تنتبه ترجع للمكان تبعك او للاتجاه تبعك. سونس اونيك يعني طريق باتجاه واحد. سونس انتردي يعني طريق مسكر ممنوع الدخول له، ما بصير انت تدخل ابدا. سورتي هو المخرج. غالبا بيكون على الاوتوروت، فبقول لك on va prendre la sortie 9 la sortie 10 par exemple. هون انت لازم تطلع من اللي هو المخرج بيقصد فيه. كتبت هدول المصطلحين لانه على السرعة ممكن كتير تخربط فيهم. لما بقول لك à droite يعني على اليمين، لما بقول لك tout droit يعني لقدام. فاحيانا اذا كان المونيتور بيحكي بسرعه ممكن انت تخربط يقلك ادغوات وانت تفكر تدغوا او العكس. وفي الكلمه الثالثه كمان هي دغوات. ممكن يقلك ميتيل فولون دغوات. ميتيل فولون دغوات يعني ساوي، فانت لازم ترجع المقود للحاله. بالعربي بنقلها جلس، يعني بترجع المقود للحاله الطبيعيه. شغلة كتير 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 مهمة انه تحفظ باغ عن ظهر قلب هدول الارقام. رح لما بيقلك مثلا لازم تمشي 70، ما لازم تخربط بينه وبين 90 على سبيل المثال. فكتير شي بديهي انه تكون هدول الارقام يكون عندك الريفلكس كتير سريعة، لانك تعرف شو الرقم اللي عم يحكي عنه. يعني ما فيك ابدا تخربط بين هدول الارقام بين 50 60 70 80 90.
garer يعني صف. ne collez pas. ne collez pas يعني ما تلزق بالسيارة اللي قدامك، هي مثل garder la distance. هو غالبا السيارات اللي بيكونوا بلشوا يوقفوا على الإشارة الحمراء بيقربوا بلزوا كتير من بعض، فهي اسمها كولي. رح يقلك نو كولي با يعني ما كتير تلزق بالسيارة قدامك، لازم دائما تكون عم تشوف دواليب السيارة اللي قدامك. سيدي لو باساج غالبا معظمكم بتعرفوها، يلي هو انه لازم تترك المرور للي جاي من الطرف الثاني، يعني الأولوية ما نقلك. لسه باسي اذا شخص عم يطلع من باركينج او شي ممكن يقلك لسه باسي انه اتركه يمرق. بيانو مليو يعني بالنص، لازم تكون تماما بنص الخطين اللي انت عم تمشي بيناتهم. لونجل مور دائما رح يقلك كونترولي لونجل مور. لونجل مور اللي هي الزاوية الميتة، انه انت تبرم راسك على اليمين او على الشمال لحتى تشوف الاماكن اللي هي ما بتبين بالمراية. فات لو كنترول، هقلك فات لو كنترول هون بيقصد فيها انه انت تبرم راسك، يعني عم بيحكي على نفس القصة. فات لو كنترول يعني لازم تشيك على كل شيء قبل ما تمرق، بدك تفتول على اليسار، لازم تطلع بالمراية الجوانية بالمراية البرانية، لازم تبرم راسك تشوف الانجلومور. هذا هو اللي بيقصد فيه بفات لو كنترول. اون ديجاج، اون ديجاج يعني يلا رح انه خلص خلينا نطلع. اذا كنت على دوار وعم تستنى السيارات اللي يمرقوا وفضل الطريق بالنسبة لك ممكن يقلك يلا اون ديجاج، الي اون ديجاج انه يلا خلينا ندخل. انترسكسيون هي التقاطع. الفوا سيكلابل هو طريق البسكليتات. الفوا غابيد دايما هن معظمهم بيستخدموا الفوا غابيد بدل الاوتوروت، لانه الفوا غابيد هي بتشمل كمان البيريفيريك، يعني كل شيء فوا ممكن كل شيء طريق ممكن تمشي فيه بسرعات عالية هو اسمه فوا غابيد، فهو رح يستخدمها اكتر من كلمة اوتوروت. الفوا دو بوس انه هذا طريق بوس. الفيراج، الفيراج هو اللفة القاسية، بقلك on a un virage مثلا gauche ou à droite. الفيراج اذا هو اللفة القاسية. لو فو فير روج اورانج هدول اكيد لازم تكون بتعرفون كمان عن ظهر القلب. لين دافي رح يقلك اريتي سور لو لين دافي. اللين دافي هو الخط يلي موجود قبل الاشارات، قبل إشارة المرور أو عند الستوب أو عند سيدي الباساج، ففي عندك خط هو اسمه اللين دافي، هون انت لازم توقف عنده. البوان هي الدوار. غالونتيسور، غالونتيسور هو المطب، المطب اللي لازم عنده تبطئ السيارة، يعني هو المبطئ. بانو، أكيد البانو هي الإشارات، اللوحات المرورية. رح يقلك ميفيفو، انه هون بعتقد زايد حرف. ميفيفو هو انتبه، انه خليك حذر من اذا في سيارة عم تتصرف بشكل غير طبيعي. رح يقلك ميفيفو، او في بسكليت عم يمرق حق جنبك رح يقلك ميفيفو، يعني خليك متيقظ من هذا الموضوع. دوسمو يعني بطئ، كمان ممكن يستخدمها يقلك دوسمو يعني شوي شوي. ممكن يقلك غاري اون مارش افون و غاري اون مارش اريير. غاري اون مارش افون يعني لازم تصف السيارة وانت داخل لقدام، انت وعم تمشي لقدام. او ما غاري اون مارش اريير يعني لازم تصف السيارة انت وعم ترجع لورا. رح يقلك كمان نو فيت با ان كو دو فولون. كو دو فولون يعني لما انت بتلف عم تدور المقود فانت عم تدور بطريقة قاسية، هي اسمها كو دو فولون. لازم تكون طريقة ببطء، لازم تكون عم تلفه بطريقة سلسة أكتر، بسلاسة أكتر. فرح يقلك إنه arrêtez le coup de volant أو ne fais pas le coup de volant. طبعا هاي بعتقد كمان معظمكم بيعرفوها. كلينوتون هي الغماز. فوتوي هي كرسي السيارة. الفوتوي اللي هي الكرسي اللي انت بتقعد عليها اللي الفوق رجلي، لازم انت تظبطها بالاول. الريتروفيزور، الريتروفيزور انتريور هي المراية الداخلية اللي بتشوف فيها ورا. الريتروفيزور اكستريور هو المراية الخارجية اللي بتشوف فيها حواليك. البواد دو فيتيس كي تعرفوها اللي هي علبة السرعة.